بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم، إن شاء الله قاعد تكونوا بخير مهنيين وبأحسن الأحوال. نبقاو دايما مع مملحة رمضان، واليوم بإذن الله مملحة على شكل فطيرة ولا فطيرة الوردة بعجينة المورقة محشية بجبن الكومومبير والهوت دوغ. وهذا الفطيرة حنحضروها بالعجينة المورقة اللي حضرتها معكم في الفيديو اللي سبق. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. مقادير تاع فطيرة الزهراء: نحتاج للعجينة المورقة، ونحتاج الجبنة الكومومبير، ونحتاج تاني الهوت دوغ ولا لي سوسيس، وعندي للتزيين معدنوس وشوية جلجلان ولا الحبة السوداء وصفار حبة بيض. وانا العجينة تاعي انا كنت خدمتها ودرتها في الثلاجة وغلفتها جيدا. لازم تخلوها في مكان بارد ولا كانت في الكونجيلاتور، تنحوها قبل وتخلوها ديكونجلا. تاع العجينة المورقة ديجا درتها معاكم في تحضيرات رمضان، ان شاء الله نخليها لكم في صندوق الوصف. الحاجة الاولى حنفتح عجينة تاعي. اولا راح نرش عليها شويه فرينه وحنقسمها على 2. نفتح هذه ونحاول نديرها على شكل دائري. دوك هنا حاولت نعطي لها الشكل الدائري. نحطها في السنيوه تاعي. دوك نشد الجبن تاعي نحطوه في الوسط، ونجيب العجينه تاعي نضغط عليها بهذا الشكل. نجيب سكين ونحاول نطراسيهم قبل نطراسي هكا على 4، ومن بعد نقسم. كل وحده نقسمها على 2. ولين راح نقسمهم على 3 باش يكفوني. نحاول كيفاه ندير. نحط الهوت دوغ تاعي هنايا ونغلفوه. وهاد الطبقه الاخيره راح نقسم لي هوت دوغ تاعي على 2 باش يجوني، باسكو هنايا شويه كبار. ونزيد ندير نفس الشيء. نشد الهوت دوغ تاعي ونغلفها. وهنايا جبت صفار بيض، درت له شويه قهوه ولا ديروا له شويه خل باش نحولوا هذيك الزفره. نخلط جيدا. لازم نطلي كاع السطح بصفار البيض.
بعد ما طليت كاع صفار البيض من الفوق، دوك راح نرش شويه جلجلان ولا حبه البركه ولا السانوج، واش عندك في الدار. بعد ما درتها هكا وطليت لها صفار البيض، دوك نحطها في الفور الطيب في 180 درجه. وهذه هي الشكل تاع الخبزه تاعنا ولا الفطيره الورده ولا الزهره. هذا هو شكلها بعد ما يطيب. نحو لها هذاك الجزء العلوي تاع الوسط، وتنحوا قطعه من الخبز المحشي بالهوت دوغ وتغطسوا فيه داخل الجبن الكومومبير. هذه هي وصفتنا سهله، تحضروها ان شاء الله الشهر رمضان، خصوصا كي تكونوا حضرتوا العجينه المورقه مسبقا. والتشكيل تاع هذا الفطيره سهل كي تكون ديجا العجينه حضرتوها من قبل، وشكلها بزاف شباب. افكار من افكار تحضروا بها العجينه المورقه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتحضروها في الشهر الكريم. تلاقوا باذن الله في وصفات واحد اخرين وافكار جديده. ما عليا غير نقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.